كالعادة حبيب أخوك قبل أي حاجة عايزين ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا يرحمهم ويصبرهم ويهلك أعدائهم. وما تنساش يا حبيب أخوك ما تبطلش كلام عنهم، ما تبطلش تدعي لهم، ما تبطلش المقاطعة بتاعتهم. ودلوقتي خلينا نخش في الريفيو بتاعتي. يا مساء الجمال يا حبيب أخوك، عامل إيه؟ أنا ما لحقتش أوحشك بس أنت وحشني عادي. احنا النهاردة هيكون عندنا ستوري تايمز كتير، ودي أول ستوري تايم معانا. استنى بس يا حبيب أخوك، قبل الستوري تايم في مشكلة في الفوكس وأظن أنت خدت بالك، بس ما تقلقش المشكلة دي موجودة في الجزء ده بس من الفيديو، فاستحمل عمو نرد افلام لحد التريلر، بعد كده المشكله هتتحل. يلا انجو. طبعا انت عارف في الستوري تايم مغير الاضاءه وحركات بقى اللي انت عارف. شوف يا حبيب اخوك، انا كان قدامي ان انا اشوف حاجه من اتنين، يا اما فيلم عربي كوميدي لاتنين ابطال انا بحبهم بس الفيلم من كتابه ايمن وطار ودي حاجه مقلقه جدا، او ان انا اشوف فيلم اجنبي لبطل انا بحبه بس الفيلم جيمس جان لعب فيه لحد ما بوظه. فالحقيقه انا اخترت ان انا اشوف فيلم جيمس جان لعب فيه لحد ما بوظه، عشان انا بصراحه مش حمل ان انا اتشتم تاني بعد اللي حصل في فيلم عمو. فاحنا النهارده حبيب اخوك جايين نعمل ريفيو عن فيلم اكوامان الجزء الثاني او اكوامان ذا لاست كينج. وقبل ما ادوق التريلر خليني اقول لك التايم لاين بتاع الريفيو بتاعتنا. احنا في الاول هنتكلم عن فيلم اكوامان نعمل له ريفيو، بعد كده هنتكلم عن جيمس جان، بعد كده هنتكلم عن عالم دي سي ومستقبل عالم دي سي، وفي رايي اخر نقطه دي هي اهم حاجه. فالريفيو ممكن تكون طويله بقى، ما اعرفش، انا ادينا قاعدين مع بعض كوبايه الشاي الحلوه ندوق التريلر ونخش في الكلام. يلا بينا. 4 years ago I was basically unemployed, but now I'm a husband and a father, and I wouldn't have it any other way. My job was a little less stressful than yours. I finally got a job. I'm the king of Atlantis. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. I'm gonna murder his family and burn his kingdom to ash. He must be stopped, or a global meltdown is imminent. Ooh, you look rough. Do not call me brother. True king builds bridges, right? True king builds bridges. We need to find Manta. He's different now. He's stronger than before. The Black Trident. During King Atlan's time, there were 7 kingdoms. The Trident was a curse upon them all. Trident's dark magic is spreading. He means to end the bloodline. If you lead, the 7 kingdoms will follow. دون التريلر. قصة الفيلم بعد أحداث الجزء الأول بحبة حلوين، لما أكوامان أو أرثر كوري اتجوز ميرا وخلفوا أرثر جونيور أو المعروف في الكوميكس باسم أكوا بيبي، وهيظهر لهم بعد كده بلاك مانتا اللي حالف يجيب طار أبوه بعد ما أكوامان قتله في الجزء الأول. وفي ظل بحث بلاك مانتا عن تكنولوجيز من أطلانتس عشان تديله قوة حارب أكوامان، فهو بيلاقي البلاك ترايدن. البلاك ترايدن ده هو عبارة عن رمح أسود فيه طاقة مظلمة هتسيطر على بلاك مانتا وهتديله قوة اللي هيقدر بيها يحارب أكوامان. وهنا أكوامان هيضطر إنه يستعين بأخوه أورم اللي سجنه في آخر الجزء الأول عشان يحاربوا بلاك مانتا. حبيب أخوك، قبل ما نتعمق في الفيلم ده أكتر وفي تفاصيله خليني أقول لك إن ده آخر فيلم في دي سي اكستندد يونيفرس، أو هنقول عليها اختصارا دي سي اي يو، وخليك فاكر المصطلح ده عشان هنستخدمه بعدين لما هنتكلم في الآخر عن مستقبل دي سي. بس السؤال المهم اللي هنبدأ بيه الريفيو، أو بمعنى صح اللي هبني عليه الريفيو، هل الفيلم ده له لازمة فعلا؟ يعني كان في مبرر لصناعة الفيلم ده؟ خلينا واحنا بنفصص الفيلم كده من الأول نمسكه واحدة واحدة من الأول خالص. خلينا نبدأ بقصة الفيلم. الفيلم بيمهد لفكرة إن أرثر كوري أو أكوامان بقى ملك وأب وأخ، وكمان إنه خلف أرثر جونيور أو أكوا بيبي. شايف بقى كمية الفرص اللي الفيلم صنعها دي ما استغلش ولا واحدة منها. حتى الأكوا بيبي اللي هو ابن أكوامان ظهر في مشهد واحد في أول الفيلم ومشهدين في الآخر بس، فالفيلم تقريبا عمل كل حاجة وما استغلش أي حاجة. واستكمالا مع فكرة الفرص المهدرة، فكل شخصيات الجزء الأول موجودة في
الجزء الثاني. حتى في الجزء الاول لما شفنا بلاك مانتا كان هو السب فيلن وكان الفيلن الرئيسي اخوه اورك، وقلنا ماشي بيتمهد له عشان يظهر بعد كده لوحده، مع العلم ان بلاك مانتا هو العدو الرئيسي لاكوامان في الكوميكس. فلما يجي الجزء الثاني ونلاقي بلاك مانتا فخلاص ده الفيلن الرئيسي بقى وهنشوف حلويات. فنكتشف برضو ان بلاك مانتا هو السب فيلن والفيلن الرئيسي هو البلاك ترايدنت، والقوة اللي في البلاك ترايدنت اللي هتسيطر على بلاك مانتا عشان يحررها. الفكرة بقى هنا في ايه؟ مش حاسس كده حبيب اخوك، يعني مش حاسس ان الحبكة هي عدت من قدام عينك شفتها في حتة قبل كده؟ لان ده حرفيا هي حبكة فيلم شازام الجزء الاول. ودكتور سيفانا الخطايا السبعة سيطروا عليه عشان يحررهم، وكانوا بيغووا باللي هو عايز يشوفه او نفسه يحققه، نفس اللي بيعمله البلاك ترايدنت. طب ليه التكرار وليه تضييع كمية الفرص دي؟ وعلى نفس خطى بلاك ادم ان الشرير بيبقى في الكوميكس جامد فشخ وبيعمل كل حاجة في الدنيا، ويجي في فيلم اللايف اكشن يطلعوه عبيط وملوش لازمة وما يبينوش قدراته. عندنا هنا في الفيلم ظهر الشرير كوردكس اللي هو واحد من اقوى اعداء اكوامان، واللي كانت معاركه مع اكوامان في الكوميكس بتنتهي بصعوبة جدا. ظهر في فيلمنا ده في الاخر في لمحات سريعة كده عنه وما شفناش اي جزء من قوته حتى. بالنسبة بقى لامبر هيرد بعد حواراتها اللي حصلت مع جوني ديب وطلاقهم، امبر هيرد سمعتها في هوليوود ما بقتش قد كده. اما على صعيد شخصية ميرا في الفيلم، فشخصية ميرا مؤثرة في قصة اكوامان عموما يعني. فاللي حصل في الفيلم ان لو شخصية ميرا ليها مثلا ولنقل 20 مشهد منهم 5 هم اللي مؤثرين ومهمين في الاحداث و15 هم اللي ليهم تداخل مع الخط الدرامي، فالاستوديو عمل ايه بقى؟ شال ال 15 مشهد وخد الخط الدرامي كده حطه في الزبالة وساب ال5 مشاهد المهمين. وده باين جدا ان دور ميرا تم قصقصته او تقليصه بطريقة مستفزة جدا. ما انت يا تشيلها خالص من الفيلم يا تسيب كل مشاهدها يا تجيب ممثلة تانية، انما العبث اللي حصل ده مش مفهوم. كلنا عارفين ان شخصية اكوامان مرحة وبتحب الهزار وكل حاجة، بس الكوميديا اللي بتطلع منه بتبقى خفيفة مش كتيرة بمعنى صح، وما بتبقاش مقحمة كده يا عم جيمس جان الكلب انت اصلا انا جاي لك بس بعد ما نخلص. فالكوميديا في الفيلم دوت ما كانتش حلوة، كانت مقحمة وغير مبررة وما تضحكش. لو تفتكر يا حبيب اخوك فزاك سنايدر ما رضاش يبين اطلانتس في افلامه لحد ما يتعمل فيلم الاكوامان لوحده عشان مخرجه جيمس وان يعمل اطلانتس برؤيته هو. وده اللي حصل فعلا في سنة 2018 لما الجزء الاولاني من اكوامان اتعمل وشفنا اتلانتس كانت حلوة، والسينماتوجرافي والمعارك اللي تحت المية كانت مبهرة للعين. على النقيض تماما بقى الجزء الثاني، فالجزء الثاني هو فيجوالي مش حلو، حتى تصميم اللوست كينجدوم ما كانش مبهر بصريا او ما كانش فيه ابداع، ما اضافش جديد. فالسي جي اي في الجزء الثاني ما كانش احسن حاجة او ما كانش على المستوى المطلوب، حتى الجزء الاول كان احلى منه بكتير. اما بالنسبة للإيديت او المونتاج فده كان كارثة في حد ذاتها، عشان جيمس جان الكلب كان كل شوية يا بيشيل حتة من الفيلم يا بيعمل ريشوتس. حتى لما النقاد سألوا جيمس وان اللي هو مخرج الفيلم ليه الفيلم على مستوى الإيديتس او المونتاج مش حلو، فقال لهم عشان الاستوديو كان بيتدخل كتير في شغل. استنى بس انت رحت فين؟ بجانب بقى الإيديتس ففي قفزات مش منطقية في الفيلم، يعني الخط الدرامي السوداوي والكوميديا الهزلية، فالفيلم تلاقيه فجأة بينط من الخط ده للخط ده وانا مش فاهم يعني انتوا بتعملوا ايه وانتوا مين واحنا مين وايه اللي بيحصل. وجيمس وان اتسأل برضه عن الموضوع ده لان الموضوع يعني واضح بطرريقة انت ما تقدرش تتجاهله كمشاهد. ولما اتسأل جيمس وان قال برضه بسبب تدخل الاستوديو في شغلي. كان من المقرر ان هيكون في مشاهد لبات فليك او بين افليك في دور باتمان في الفيلم، بعد كده قالوا لا احنا هنخلي له مشهد في اخر الفيلم بس، بعد كده لغوا ظهوره اساسا وشالوا المشهد برغم انه صور، بعد كده قالوا لا احنا هنجيب وندر وومن هي اللي تظهر مكان. في الاخر مفيش ولا واحد فيهم ظهر في اخر الفيلم، برغم ان مشهد النهايه باين قوي انه محتاج باتمان، يعني هو هنا لازم يظهر، فالمشهد معمول اسيست لباتمان تقريبا، فكان مش منطقي ان مشهده يتشال او ان هو ما يظهر. وكمان الفيلم ما قدمش مبرر ليه الجاستس ليج اختفت او هم فين دلوقتي، وكله من جاني كلب هجيبك يا ابن. يمكن الحاجة الوحيدة العدلة في الفيلم هي كانت اللاست فايت اللي كانت مقبولة شوية دونا عن باقي الفيلم. وانا بقول يا حبيب اخوك ان كفاية كده كلام على فيلم اكوامان عشان عندنا كلام مهم لسه عايزين نتكلم فيه، فخلينا نقيم الفيلم عشان نخش في المهم. وتقييمي لفيلم اكوامان 2 او اكوامان ذا لاست كينجدوم هو 4.5 من 10. فيلم ما يستاهلش انك تروح تشوفه، وكانت نهاية مخيبة للامال لعالم الدي سي اي يو، يعني عالم ابتدى بمان اوف ستيل وانتهى بالعبط اللي احنا شايفينه. ودلوقتي خلينا نخش في
الكلام المهم بجد بقى. حبيب اخوك، ساعات يعني هتلاقيني وانا بتكلم على حاجه تخص دي سي ان انا ساعات بتكلم كريفيور عادي وبراجع الفيلم فعليا، وساعات بتكلم بلسان فان دي سي والموضوع بيغلبني. وده في الحقيقه لان انا متربي على حاجات دي سي وبحب فعليا كوميكس دي سي والانيميشن بتاعها وافلامها، فلما بلاقي حاجه وحشه الموضوع بيغلبني وبتكلم كفان اكتر. لو ما تعرفش مين هو جيمس جان فهو هذا الشخص، يعني هحط صورته هنا او هنا حسب بقى ما الايديتور يحط، يعني انا الايديتور بالمناسبه. لو ما تعرفش مين جيمس جان فهو هذا الشخص اللي هتلاقي صورته قدامك، وهو مشهور لانه كان كاتب ومخرج لثلاثيه جارديانز اوف ذا جالاكسي لمارفل، واللي كتب واخرج فيلم ذا سوسايد سكواد او مسلسل بيس ميكر لدي سي. لو بصينا كده على الخمس اعمال دول وطلعنا ايه الحاجات المشتركه بينهم هنلاقيها 3 حاجات. اول حاجه الالوان الكتير اللي هي كانت مش مناسبه في بعض الاحيان زي فيلم ذا سوسايد سكواد، وتاني حاجه الكوميديا الهزليه اللي هي كانت مناسبه جدا لسلسله زي جارديانز اوف ذا جالاكسي بس اللي هي ما كانتش مناسبه خالص لحاجه زي ذا سوسايد سكواد. واخر حاجه هتلاقي ان في دمويه كتيره غير مبرره في افلامه. حاسس ان انا مشخصن الموضوع مع جيمس جان بس انا مش بحبه بصراحه. تخيل يا حبيب اخوك الشخص النمطي ده هو دلوقتي رئيس ومخطط عالم دي سي، واللي هيعمل عالم جديد سماه دي سي يو او دي سي يونيفرس بدل عالم زاك سنايدر اللي انتهى بفيلم اكوامان واللي كان اسمه دي سي اي يو. فتخيل هذا الشخص النمطي اللي نمطه او الباترن بتاعه ما يمشيش مع اغلب قصص دي سي، هو اللي بيخطط لعالم دي سي، وهو الكاتب والمخرج لفيلم سوبرمان اللي جاي واللي سماه سوبرمان ليجاسي، وكان هو برضو المخطط لاخر كام فيلم لدي سي. ونفس الشخص ده هو اللي قرر يعمل ريبوت للعالم السينمائي عشان يبدا على نظافه. ومعنى كلمه ريبوت ان هو هيمسح كون اللي كان موجود، هو هيمسح الدي سي اي يو وهيبدا الكون بتاعه اللي هو الدي سي يو. وكان هو المشرف على اخر اعمال اتعملت من دي سي والاغلبها او كلها تقريبا فشل من حيث الايرادات، برغم ان كان عندنا فيلمين منهم كويسين زي بلاك ادم وشازام الجزء الثاني كانوا كويسين جدا وعجبوني شخصيا، بس من حيث الايرادات فهم فشلوا. وكان عندنا فيلم زي فيلم ذا فلاش العبثي ده، وفيلم اكوامان 2 وفيلم ذا بلو بيتل، دول بقى فشلوا كايرادات وفشلوا جماهيريا كمان، وما حققوش المطلوب منهم لا على مستوى الفلوس ولا على مستوى ارضاء الجماهير. وانا عن نفسي لسه ما شفتش فيلم ذا بلو بيتل وبصراحه كده مش ناوي اشوفه. السؤال المهم اللي قد تساله يا حبيب اخوك، هل عمو نرد افلام متفائل بالدي سي يو وبجيمس جان؟ في الحقيقه لا، يعني عمو نرد افلام مش موافق على اي حاجه من اللي بتحصل دي، يعني انا رايي مش مهم عموما، يعني انا بتكلم كفان، بس انا مش بيعجبني نمط اخراج جيمس جان ومش شايفه كشخصيه مؤهل انه يدير ويخطط لعالم سينمائي كامل، وبالذات لو عالم زي دي سي والقصص بتاعت الكوميكس بتاعته. بالنسبه بقى حبيب اخوك لعالم زاك سنايدر او الدي سي اي يو، حيث بقى انه انتهى، فتعال اقول لك ايه افضل الافلام في الكون ده او في عالم الدي سي اي يو تقدر تشوفه. وبدايه انت هتبدا بثلاثيه عمي زاك سنايدر، مان اوف ستيل، باتمان فيرسس سوبرمان دون اوف جاستس، وجاستس ليج سنايدر كات، ودي ثلاثيتي المفضله الحقيقه، وفيها اكتر فيلم سوبر هيروز عمو نرد افلام بيحبه وهو جاستس ليج سنايدر كات. الفيلم ده الريفيو بتاعته كانت احلى واجمل ريفيو انا كتبتها في حياتي تقريبا، وهسيب لك اللينك بتاعها في الكومنتس لو حابب تبص عليه. بعدها يا حبيب اخوك تقدر تشوف فيلم سوسايد سكواد اللي هو من اخراج ديفيد اير اللي اتعمل 2016. الفيلم ده كان فيه بوتنشال ان هو يكون واحد من افضل افلام السوبر هيروز، بس اللي حصل كان عكس كده تماما، وده وقت الستوري تايم. اللي حصل يا حبيب اخوك ان في سنه 2016 شركه دي سي والقائمين على الاستوديو ادوا الفيلم لشركه بتعمل اعلانات وتريلر، طبعا دي الفاير ووركس بتاعت اخر السنه بقى عشان بصار يوم 31 سنتين. الشركه ادت الفيلم عشان يتعمل له تريلر لشركه اعلانات، وشركه الاعلانات ساعتها عملت تريلر اسطوري. التريلر ساعتها جاب فيوز، يعني التريلر حرفيا كسر الدنيا ساعتها. انا فاكر رؤساء الاستوديو او مديرين الاستوديو من جشعهم ادوا مونتاج الفيلم كله لشركه الاعلانات دي، وده مش تخصصهم ومش بتاعتهم، بس هما ادوهم الفيلم. وطبعا الاستوديو كالعاده اتدخل في مونتاج الفيلم وقصوا اللي على مزاجهم وشالوا حاجات كتير، لدرجه ان في نص ساعه للجوكر اللي هو جاريد ليتو اتشالوا من الفيلم. فطبعا الاستوديو اتدخل وشركه اعلانات مش مختصه بتعمل المونتاج، فالفيلم طلع لنا حرفيا مسخ زي ما شفت، رغم ان الفيلم كان فيه بوتنشال ان هو يكون فيلم حلو جدا. ومن رايي بقى نرد افلام، وده الراي اللي بقوله للمقربين مني ودايما بيعترضوا عليه، بس الجوكر او اللي عمله جاريد ليتو كان ممكن يكون واحد من افضل اللي عملوا الجوكرز في التاريخ. طبعا انت عندك هيث ليدجر
جوكر وكل دوت، بس جوكر الكوميكس انا ما شفت الجوكر قريب لجوكر الكوميكس زي جاريد ليتو. ويعني الحمد لله ان جت فرصه ان انا اقول الكلام ده في فيديو، ولو انت حبيب اخوك هتعارضني في الموضوع ده فعارضني عادي، يعني احنا هنا في مساحه مفتوحه المناقشه، طالما هتقول رايك بكل ادب واحترام ها اوعى تقل ادب. وطبعا كان في حملات ريليز ييرز كات زي اللي اتعملت لزاك سنايدر اللي هو ريليز سنايدر كات، بس الحملات دي ما نجحتش. يعني نجحت مع زاك سنايدر وخلتنا نشوف جاستس ليج طبعا، بس ما نجحتش مع ديفيد اير، والنسخه الحقيقيه من الفيلم احنا لسه ما شفناهاش وغالبا مش هنشوفها. وبعد كده طبعا عندك وندر وومن الجزئين كانوا كويسين، عندك اكوامان الجزء الاول بس هو اللي كان كويس، وعندك شازام الجزئين كانوا كويسين، وبلاك ادم. دي كل الافلام اللي في الدي سي اي يو اللي تقدر تشوفها واللي كانت حلوه فعلا. ايستر ايجز ايه؟ انا لسه هعمل ايستر ايجز مش قادر يا عم خلاص كده خلصت. وختاما يا حبيب اخوك يعني جينجل بيلز بقى ولاست كريسمس بتاعت عمر كمال وكل ده، انا بصور اخر يوم في السنه، بس انت غالبا هتشوف الفيديو ده في السنه الجديده. يا رب 2024 تبقى حلوه عليك، يا رب نتخرج لان انا جايب اخري بصراحه يعني. فعموما يا حبيب اخوك عايزك تنبسط وتفرح كده، عايزك كده تشد حيلك، السنه لسه بتبدا وطويله، اجمد معايا. واتمنى تكون انبسطت. لو عايزك تعرف لو انت بتتفرج لحد هنا ان انا بحبك، لو انت بتتفرج عندنا على فيسبوك فاعمل رياكت ومنشن صحابك واعمل شير كل الحاجات الحلوه دي. لو انت عندنا على يوتيوب فعايزك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، مش عارف ليه بس افعله يعني باب الاحتياط برضه ما تصلش حاجه يعني. وبس يا حبيبي اخوك بسان طيب، سلام عليكم. قفل يا عم.